مو كل غربة تنسي، بعض الغربة تخلي الوطن قصيدة. توام بچم توام نمينم لي شارة هرچي كسو قوم كارة بالمجيو ويكجاري بچمريو. حياكم الله. ساما خانقيني شاعر وكاتب ومترجم كردي من خانقين، معروف بوفاء لوطنه رغم انه عاش خارج العراق تقريبا من 28 سنة. ما تربى ببيت أدبي ولا عنده أهل يكتبون، بس حبه الكبير للغة الكردية والأدب هو اللي دخل عالم الشعر والكتابة. بدأ حبه للكتب والشعر من السبعينات، وكان يجمع مصروفه اليومي حتى يشتري الكتب ويطور لغته وكلماته. أسلوب الشعر تطور من الكلاسيكي للتجريب والحداثة، وليس يشتغل حتى يصنع بصمته الخاصة. يعتمد هواية على القراية، مو بس شعر الكردي، حتى العربي والفارسي والإنجليزي، حتى يطور لغته ويجدد بأسلوبه. بچودی من عاشق نیم یادگاریگان درانم هرچی نامی دلداری بی لبینا گشتی سزانم اول خیال دربکا جاری تر من بوام ناود مینه نفامی تربکا غشیمان باید داود. مواضيع شعره متنوعة بين الحب والإنسان والمرأة والوطن، لهم حضور قوي واضح بقصائده. ويا الشعر يشتغل بالترجمة وكتابة الرواية، لأنه يؤمن بالترجمة تنقل ثقافة الشعب الكردي لباقي الشعوب. وبرأيكم إيش قد الغربة تأثر على الشاعر وتخلي الوطن حاضر بقصائده؟ كتبوا لي بالتعليقات.